الحمل وجراحات السمنة. طب ليه جراحات السمنة؟ لان تبع توصيات الجمعية الامريكية لجراحات السمنة ان لابد من تأجيل او تأخير الحمل من سنة لسنة ونص بعد عمل الجراحة، وده نتيجة تأثيرها على الجنين وعلى الام. لو هنتكلم عن تأثيرها على الجنين، بان فرصة ولادة الطفل اقل من وزنه بتزيد بنسبة 4%. مش بس كده، بيحصل في كتير من الحالات نقص من الفيتامينات والمعادن زي الكالسيوم والحديد وفيتامين كي. ومش بس كده، ده ممكن يؤدي الى تشوهات خلقية نتيجة نقص الفوليك اسيد. ده لو اتكلمنا تأثيرها على الطفل. طب تأثيرها على الأم إن ممكن يزيد احتمالية حدوث القيء أو الترجيع مع الحمل بعد الجراحة مباشرة أو بعدها بفترة قليلة. فدوت بيؤدي أو بيأثر على الأم إن هي بيحصل نقص كتير في الفيتامينات ونقص في البروتين. مش بس كده، الحالة النفسية للأم بتختلف تماما أو بتتأثر تماما نتيجة توقعها نزول في الوزن، وده عكس اللي بيحصل طبعا مع الحمل، إن طبيعي مع زيادة حجم البيبي وزيادة الوزن. مش بس كده، ان في كتير من الامهات بتلجأ ان هي تمشي على دايت قاسي، فما تاكلش خالص او تمنع الاكل او تقلله بنسبه كبيره، اعتقادا منها ان هي عايزه برضو تخس علشان تسبب نجاح للعمليه، وده طبعا بيأثر على البيبي. لو هنتكلم في وسائل منع الحمل، عندنا وسائل هرمونيه ووسائل عازله او بنسميها بالفيزيكال بارير، وفي وسيله اخرى اسمها وسيله التوعيه بالخصوبه او السيف بيريود او الكالندر ميثود. ودي بتبقى عباره عن اني ببقى عارفه وقت التخصيب بيكون ايه، وببتدي او بيحصل منع للجماع في الفتره دي. ودي بتساعدنا فيها تيست كده اسمه الاوفيوليشن تيست. ولكن مع جراحات السمنه الطريقه دي لا تحبذ ولا تفضل ابدا، وده لان بعد العمليه بيحصل فقدان سريع في الوزن، فبيحصل شويه لخبطه في الهرمونات، والبيريد او الدوره الشهريه مش بتكون منتظمه، وبالتالي مش هقدر اعتمد على الطريقه دي او ان الفعاليه بتاعتها بتكون قليله جدا. الطريقه اللي بعد كده او الوسائل الهرمونيه زي عندنا اقراص منع الحمل، ودي بيبقى فيها انواع احاديه وفي انواع مركبه. وبالنسبه لنا اقراص منع الحمل برضو لا تفضل في حالات جراحات السمنه، بالذات حالات تحويل المسار او الساسي او العمليات اللي بتعتمد على تقليل الامتصاص بتاعه النيوترينز او المغذيات، وكمان بتاثر على الاقراص طبعا، فبالتالي الامان بتاعتها او الفعاليه بتاعتها بتتاثر جدا. ده غير ان من ضمن الاعراض الجانبيه لاقراص منع الحمل هي حبس الميه، فبتاثر معانا في نزول الوزن. مش بس كده، كمان لا يفضل او لا يحبذ ان انا اخد اقراص منع الحمل بعد العمليه مباشره علشان بتاثر معانا على التجلطات. طيب عندنا برضو الحقن بتاعه منع الحمل اللي هي ديبو بريفيرا او الحقنه اللي بتتاخد كل 3 شهور، ليها نفس المشاكل الهرمونيه، بالاضافه الى ان هي بتزود معدل زياده الوزن، وبتزود كمان معدل هشاشه العظام لما بتتاخد على فترات طويله. وفي عندنا كمان الغرزه، غرزه منع الحمل او الامبلانت، اللي هي عباره عن زي عود الثقاب كده او عود الكبريت اللي بتتغرس في الدراع. دي من الوسائل الكويسه جدا، بس مش بتحبذ مع الاوزان العاليه او الايديال او الوزن الاعلى من الوزن المثالي بتاعتهم بنسبه 130%. للاسف بيقل الافكاسي بتاعتها او التاثير بتاعها. عندنا الكويس جدا بقى اللي هو الاي يو دي او اللولب، ودوت عباره عن حرف تي بتزرعه دكاتره النساء في الرحم، وبتكون الفعاليه بتاعته كويسه جدا جدا جدا، وبيكون الاقل في الاعراض الجانبيه سواء الهرمونيه او اقل في المشاكل، الى انه بعض الاوزان العاليه جدا بيصعب تركيبه، وبالتالي بيسبب لنا مشكله في النقطه دي. بعض الحالات بيجي لها سبوتنج او ان هي بيحصل زي تنقيط، فلازم ان انا اتابع نسبه الهيموجلوبين طبعا بتاعه الحالات دي، او ان احنا نعمل لها CBC بصوره متكرره. عندنا كمان بعض الوسائل العازله زي الكندم او الواقي الذكري وغطاء عنق الرحم، وفي برضو اسفنجه منع الحمل، وفي برضو جل اللي هو السبيرميسايد، ولكن الطرق دي بتكون الفعاليه بتاعتهم اقل من غيرها. وخلينا نقول حاجه في الاخر، ان احنا عندنا طرق كتير جدا لمنع الحمل، الا ان لازم نحترم مبدا الانديفيدواليزيشن او الفرديه، ان مفيش حد شبه التاني، كل حاله مختلفه عن التانيه تماما. فلازم ان احنا نكون دقيقين جدا في اختيار الوسيله بتاعتنا، ان هي تكون الحمايه والفعاليه وكمان الراحه بالنسبه للحاله بتاعتنا، وده اللي بيساعدنا فيها طبعا دكاتره النساء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.